وقف البرنامج اخي، وقف البرنامج، وقف البرنامج. بدك احنا سمعنا كذب يا اخي، سجل عندك وجاوبه بعدين. لكن هذه كذب. سجل عندك وانت سجل عندك، سجل عندك يا اخي. خلينا نجاوبه. جاوبه ما عادش فيه ولا كلمه ولا مقاطعه. تفضل. بدي اشرح لك المقاومه التي اشرح لي هذه المقاومه. هذا نظام مقاومه ارتكب في الشعب الفلسطيني. نوقف البرنامج ثم نعود. اوقف البرنامج، اوقف البرنامج ثاني وحده وسنعود. يا اخي افهم علينا انت كمان. ولكن هذا افهم علينا انت دكتور قومجي. يقول القومجيه تبعكم. اسمع، انا ما احدثك ما هي. انا عايشت كل هذه المعارك وكل هذه انا ابن الثوره الفلسطينيه، مش جاي على القمر، مش جاي على القمر. تفترون وتكذبون. هذا اريد انا بسرعه شوي. ايه يلا نظام المقاومه الممانعه. لا تفضل. ارجع. تفضل. تحالف معه سموه الثوره، وتحالف معه بتدمير العراق، وهم يتحالفوا اليوم مع الامبرياليه بطريقه اللي ماشي بتسقط. لا بالطريقه هاي انا معه. انت معه. انت يا اخي يا اخي طلبت منك ارجوك وستصدر فتوى قدم باجازتي تدمير كل الناس عشان خاطر هذا اللي فيه. اسمع هل انت مع دقيقه يا اخي دقيقه خليني اسالك من شان الله، هل انت مع سقوط زين العابدين بن علي؟ طبعا. هل انت مع سقوط القذافي؟ تغزو العراق وافغانستان بربك؟ الا تخجلوا من انفسكم ان تذهبوا من المعسكر القومي لعند ملالي طهران الذين يقتلون الشعب السوري؟ ماذا قالوا بالامس؟ نحن مشاركون ونريد ان نسحق الشعب السوري. مش عيب عليكم يا زلمه؟ تفضل. اولا انا اعتذر للمشاهد عن هذا المستوى الهابط. تفضل جاوبني على سؤالي. هذا اللي اسمع في بغيض. هذا أنا إلى أدري لو كنت أظن أنني يا زلمة أنتم القومجيين يا سيدي، القومجيين يقولون كالعاهرة التي تحاضر في الشرف ذبحت لأمي. تفضل. أنتم حين لا يا سيدي بديش اسمع في هذا ليش مشاركين معهم؟ لم نشارك معه، ما اشترك معنا منهم معه. نحن اليوم عندنا 120. اسمح لي، انت يجب لا راح تفهم ولا الله يفهمك. اذا كانت مش الحق عليك على كل حال بصراحه، الحق علي يا اخي. اسكت عاد. خلص سكتنا. السوريون والله العظيم كأي شعب. لك يا زلمه افهم خلص بقول لك اسكت. السوريون شعب. بس دقيقة أنا بدي أسأل يا أخي، أنا مدير البرنامج. في 4 أسئلة ما دقيقة بدي أسأل يا أخي اسكت. لك يا مش الحق عليك بصراحة، الحق على اللي جابك. أوكي؟ قلت لك اسكت. الثورة السورية من حق السوريين أن يثوروا. من حق السوريين يا أخي بدي أسألك سؤال. خلص الوقت وأنت بتتصيح. كانت لديك رسالة ستوصلها إلى أطراف، وصلت هذه الرسالة إيران. كلهم بيشتغلوا عندهم بقنواتهم، اللي مستشار واللي عامل له قناه فضائيه واللي عامل له جريده واللي مجله واللي عم يعمل له مستشفى الفاريه والروسيه والصينيه وحزب الله. لا اليوم هل تعلم من مات في سوريا اليوم؟ وما بعرف شو. على مين عم تضحك يا زلمه؟ يا رجل انا يا اخي دقيقه. المعارضه اي سوري المعارضه السوري شاهد عيان. ماشي اللي بدك اياه. اللي ذبحتوا الناس وقالوا جايين يوزعوا يعني مثل العاهره التي تحاضر في الشرف. يا زلمه النظام السوري. أسألك هل تعلم أن في سوريا البغل بحاجة لهذا لإذن من المخابرات؟ وأي مخابرات؟ دقيقة. المخابرات الجوية بربك. متى طار البغال؟ هذا رأي الجزيرة. متى طار البغال؟ يا أخي أنا من سوريا. متى طار البغال؟ أنا أعرف سوريا متى طار البغال؟ البغل بده دقيقة كالعاهرة التي تحاضر في الشرف. ذبحت لأمي. تفضل. أنتم صاروا يعيروا الناس القومجية، قتلوا الأمي، صاروا يعيروا الناس بالأخلاق. عاهرة تحاضر في الشرف اللي هو عز الديمقراطية. دقيقة. وتقف مع. طيب اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. شو رأيك الأنظمة القومجية المحاصرة بالثورات الآن مستعدة تدفع الملايين؟ واسأل مجرب ولا تسأل حكيم. يعني بدك 1000 سنة بالخليج لتطالع ربعهم. ويا زلمة اللي بيدري اللي بيدري أرجوك وستصدر فتوى قدم بإجازتي تدمير كل الناس عشان خاطر هذا اللي فيه. اسمع انتوا القوميين هذول الصرامي صرتوا شغلي يعني بشرفك حاجي عربي جاي يوزع شهادات حسن سلوك. طبعا بعثي جاي يوزع شهادات حسن سلوك كما يقول البعض. والله بعثيين جاي يوزعوا حسن سلوك يا رجل. حثالة إيران اللي مولت مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا لا أشكر ضيفينا. من مول الناس السعودي معروف. السلام عليكم.